علاش كتعطيها كلشي وتوفر ليها اللي بغات وكتكون احسن شريك ليها وفي الاخر كتمشي وتخليك. هاد الموضوع هضرت فيه مع بزاف ديال الرجال اللي داخلين سوق راسهم، ما كيشربوا ما كيخونوا عيالاتهم وكيصرفوا هازين المسؤوليه على اكمل وجه. والسؤال اللي كنطرحه في كل مره هو شكون قال لك باللي داكشي اللي درتي هو اللي بغات اصلا؟ راه ما خلاتكش غير هكاك، ضروري تكون شي حاجه اللي تبدلات، حيت النهار الاول راه قبلات بك حيت لقات فيك داكشي اللي بغات. وبما انها خلاتك ومشات، فالسؤال اللي خصك تطرح دابا هو شنو اللي خلاها تختارك النهار الاول وشنو كنتي كدير بالضبط. تقدر غير تامل في هذا السؤال بوحدو وتلقى الجواب براسك بلا ما تحتاج نقول لك حتى حاجه، لكن هذا ماشي وقت تفكير. انا غنسهلها عليك ونعطيك واحد من الاسباب اللي خلاوها تمشي وتخليك. فاش كتبغي تشري طوموبيل، شنا هي اول حاجه اللي كدير؟ كتجربها، كتشوف الموتور، السوقان ديالها كيفاش داير، لانتيريور واش عاجبك، واش الكوسانات مريحين ولا لا. كتفليها وكتدوز شي شهر وانت كتفرج في الفيديوهات ديال يوتيوب باش تشوف واش الطوموبيل تصلح لك ولا لا. وفاش كتقتنع كتجبد الفلوس، كتسني وكتشري الطوموبيل وكتكون فرحان حيت ديتي الكاليتي بثمن مزيان. واخا غاليه شويه لكن ماشي مشكل، المهم هو خديتي سلعه نقيه. كتوكل على الله وكتبدا تسيركولي بديك الطوموبيل. 6 شهور الاولى كلشي هو هذاك، طوموبيل نحيله. لكن غير فات 6 شهور الاولى الموتور ولا كيتعذب في الطلعه، كليماتيزور خسر، الكوسانات ما بقاوش مريحين كيف الاول، وهو يبدا يطلع معاك الصاد. الطوموبيل باقا كتمشى وكتوصلك من بلاصه لبلاصه، لكن ماشي هادشي اللي خسرتي عليه فلوسك. خسرتي فلوسك على ليطا اللي كانت فيها الطوموبيل النهار الاول، لكن ملي ولات بحال هكا راه ولينا في النصب والاحتيال. ايوا هو يطلع لك الدم وانت تقصد هادوك اللي باعوها لك، دفعتي عليهم داك الباب ودخلتي. اش هادشي السي محمد؟ والطوموبيل ما ضربات حتى 6 شهور وبدات كتخسر. كيجرك لعندو غير بشويه وكيقول لك استاذ واش الطوموبيل باقا خدامه وكتمشى؟ كتقول ليه هي راه كتمشى، وكيخرج فيك عينيه وكيقول لك واش بغيتي، علاش كتقلب؟ صبر مع طوموبيلتك. وانت شي فيزيبل غيتحرق لك في راسك. انت كيفاش غنصبر؟ واش كتضحك عليا؟ راه خلصت على الكاليتي اللي لقيت النهار الاول. هاد التقليقه والصهد اللي طلع معاك هو اللي كتحس به المراه فاش كتعطيها النهار الاول صوره مزيانه عليك وعلى الحياه اللي غادي تعيشوا، وغير كدوز 6 شهور كتجر من تحت رجليها الزربيه وكتقول ليها يلاه جمعي وطوي، سالاو 7 ايام ديال المشماش. في البدايه العلاقه كنتي كترد ليها البال، كتشد ليها الخاطر وتسمع ليها وكتكون مهتم ديال بصح بداكشي اللي كتعاود ليك، وكتخليها تحس بلي هي اهم انسانه بالنسبه لك. كنتي كتبلاني وكتخرجوا ديروا بزاف ديال الحوايج مجموعين، وبقوت ما رد ليها البال ما كتزقل والو، الا غير اللون ديال شعرها تبدل شويه ولا شرات شي لبسه جديده ما كتعطلهاش. ما كاين غير الهضره الزوينه ولي كومبليمون ما كيحبسوش. وهذا هو التيست درايف اللي دارت في الاول قبل ما تشري وتقبل تدخل معاك في علاقه. شافتك كدير هذا الشيء وقالت هذا هو الراجل المناسب ليا، وقالت لهم صافي حبس عليا التقلاب والفراجه في الفيديوهات ديال يوتيوب، انا بغيت هذا الراجل هذا. ايوا صافي كتوكل على الله وهي فرحانه بلي خدات راجل من داك الشرفه. لكن شنو كيطرا من بعد؟ وإلا كنتي ديجا عايش هذا الموقف غتعرف بلا ما نقول لك. غير كتستقر وكتقول قطعت الواد ونشفوا رجليا. ما بقيتي كتخرجها، ما تقول ليها هضره زوينه وواخا ما عرفتهاش تبدل، ما كديهاش فيها. وما كديرش هادشي حيت ما بقيتيش كتبغيها ولا ما مسوقش ليها، لكن كتقول فراسك صافي درت المجهود في الاول، قنعتها باش تقبل بيا، سالينا الله يجعل البركه جمع وطوي. وهنا فين كتقبل ورقه، حيت في دماغها هي راه ما كتشوفهاش بحال هكا. انت سالت عندك الحفله لكن هي يلاه بدات عندها. كانت جالسه حتى وقفتي عليها قلتي ليها ها انا كيفاش داير وها الحياه اللي غادي نعيشو. درتي البيتش ديالك وقنعتيها وخليتيها تختارك انت من دون الرجال كاملين. ايوا غير قلتو بسم الله وانت تسيف عليها، وليتي كتعامل بطريقه مختلفه حتى ما بقاتش كتعرفك، وديك الحياه اللي كانت كتسنى تعيشها كلها كتبخر. وإلا كنتي كتفكر غير بشويه د المنطق من مورا هادشي اللي درتي، راه ما يمكنش تقول ليها ما خصكيش تشكاي. الحاجه الوحيده اللي كتدور ليها في راسها دابا هو هاد خونا هذا نصب عليا. وفي الغالب ما كتقولهاش لك بشكل مباشر، لكن كتعبر عليها فاش كتقول لك ما بقيتيش كيف الاول، ما بقيتيش كديها فيا الى اخره. وانت والو ما كتفهمش وكتقول ليها ياك انا من الدار للخدمه واللي بغيتيها كنجيبها لك وما رانيش تابع البنات ضرباتيها كوش، اش بغيتي مازال. والرد ديالها كيبقى هو وما كيتبدلش. كتقول لك راه ماشي هادشي اللي بغيت، انا بغيت النسخه ديالك اللي وريتيها ليا النهار الاول، اللي خلاتني نكون مرغوبه وخلاتني نحس باللي انا هي اهم حاجه في حياتك، وخلاتني نختارك انت من دون الرجال كاملين. في
التعامل ديالك مع مرتك خاصك دير في بالك باللي داكشي اللي كتفكر فيه انت وكيبان لك باللي هو الصحيح واللي خصو يدار راه ماشي بالضروره هو الحاجه اللي بغات هي. وراه غير ملي كتضل تقول لك راه ما عجباش الحال خاصك تفهم باللي راه كاين شي مشكل. والحاجه اللي خصك دير هي تجلس مع راسك وتفكر شنو بغات هاد مرتي هادي. بلاتي يا سيدي نجيب واحد القهوه وندير واحد السويعه ديال البرين ستورمين باش نحاول نعرف فين كاين المشكل. ونقولها لك من هنا راك ما محتاج تفكر بزاف حيت الجواب راه عندك ديجا وكنتي خدام به النهار الاول اللي تلاقيتي فيه هاد الانسان هادي. جواب اللي نسيتيه وقررتي تتعامل بطريقه مختلفه تماما وقلتي ليها ها شنو خصك تبغي وها فين كاينه مصلحتك وحمدي الله حيت كندير لك انا هادشي. وهنا فين كنقول للرجال فاش تكون ناوي المعقول يعني علاقه طويله الامد ما تعطيهاش صوره مغلوطه عليك وعلى الحياه اللي غادي تعيشوا من بعد. داكشي اللي كتوريها وتخليها تعيش في ديك 6 شهور الاولى خصك تكون قادر توفره على طول العلاقه ولا ما ديروش كاع من النهار الاول وسير على المستوى ديالك. قول لها ها انا كيفاش داير وها المستوى ديالي. قبلات مرحبا، ما بغاتش وقالت لك لا صافي مريضنا ما عنده باس وحتى واحد ما غادي يتعادى. اما فاش كتبدا هنا ومن بعد غتقول لي هلا راه غادي نعيشوا هنايا راه ما كتشوفهاش هي من النظره ديال الاستقرار وخص الانسان يكون واقعي ويصبر، لكن كتشوفها كخساره وباللي تعرضات للنصب وباللي ما احترمتيش الكونطرا اللي سنات عليها النهار الاول. ودير في بالك انه فاش ما كتبقاش تعطيها الحوايج اللي اتفقتوا عليهم وكتبدل الطريقه اللي كتصرف بها راه غتبقى تعطيك انذارات وتبقى تدق عليك وتقول لك فلان راه ما بقيتيش كيف النهار الاول، راه ما بقيتش كنحس براسي مرتاحه معاك. غتبقى تعاودها وتعاودها وتعاودها حتى تفهم راسك، وإلا ما فهمتيش راسك غيكون عندها الحق باش تفسخ الكونطرا وغتمشي وتخليك. دابا هذا واحد من الاسباب اللي كيخليو المراه تقرر تخرج من العلاقه وتمشي. يعني كاينين اسباب وحدين اخرين، الا بغيتي تعرفهم تابونا في القناه وتسنى الحلقه الجايه. وإلا عجبك هذا الموضوع ما تنساش تبارطاجي مع صحابك باش حتى هما يستافدوا ويتعرفوا على القناه.